هلا نحن كنا طالعين طلعة الصاروخ بصراحة. يعني نحن وصلنا لمرحلة في الدراما السورية من كبار المخرجين رحمه الله الأستاذ حاتم علي رحمه الله، الأستاذ الكبير علاء الدين كوكاش. يعني في مخرجين عظام، بسام الملا. يعني هدول مخرجين عظام. طبيعة التناول المواضيع أو التنوع الفني في بعض الاختلافات، لأنه أنا اليوم بدي أظهر البيئة الشامية، البيئة السورية. في مصر بده يظهر البيئة المصرية، ولكن هو التواصل الفني دائما بيبدأ، هو نفس العمل الفني بيبدأ من الحارة إلى خارج الإطار الفني. كان أجمل تعاون. أنا كان لي طلب من الأستاذ الكبير الزعيم عادل إمام في مسلسل اللي قبل أستاذ ورئيس قسم، وكان ما يعني اللي هو ناجي عطلة، فما تح لي المجال اني انا اكون موجود بشكل رسمي في هذا المسلسل. فلما جيت على مصر وعرفوا انه انا موجود، فكلمني الاستاذ عادل امام قال لي انا عايزك في هذا العمل معي. وكان لي الشرف طبعا اني انا احضر مع الزعيم عادل امام لاول ظهور، كان في سنة 2015. جلوس مع عادل امام مدرسة، يعني تملأ حقيبتك الفنية بكل أنواع الكوميديا والتراجيديا، بكل أنواع الأكشن، وبدون ما تتكلم. اللي هي كوميديا الموقف، الكوميديا السوداء، اللي هي بيقول لك النكتة وهو عم عابس فأنت بتضحك. فكانت تجربة كتير أنا فخور فيها. طبعا بدون استثناء أنه أنا شاركت مع الكبار نجوم مصر، مع الأستاذ كريم عبد العزيز في الزيبق، كنت أنا مشارك في البطولة في 30 حلقة. كنت مشارك مع الأستاذ هاني سلامة في فوق السحاب. كثير من الأعمال اللي أنا شاركت فيها ستات قادرة. كان لي الشرف بأن أكون مع أمير كرارة في مسلسل الاختيار في شخصية أبو بكر البغدادي. كان لي الشرف أن يكون في العديد من الأعمال التلفزيونية، في هجمة مرتدة، في قاهرة كابول، آخرهم العائدون مع المخرج كبير طبعا بنعطيه الصحة والعافية أحمد نادر جلال. محمود حميدة أنا كان لي الشرف أني أنا اشتغلت معه لأول مرة في هذا الفيلم الأخير، الآن يعرض على القنوات، على السينمات المصرية. كثير من الممثلين اللي أنت بتتمني أنك أنت تشتغلي معهم، بغض النظر عن تاريخه الفني أو بغض النظر عن ما يقدمه من أعمال، ولكن هو صعد بإبداع. يعني دائما الفنان هو مبدع ومبتكر، دائما يبدع في أدائه ويبتكر أداء آخر. يعني تقنية الحديثة اللي بتحصل في السينما المصرية عالية الجودة، دائما في تقدم، دائما في شيء، مواضيع مطروحة، دائما في من مجمل الحياة العربية. تقريبا نحن في مصر حاليا يضم لا يقل عن 15 دولة عربية، من ضمنهم سوريا وليبيا والأردن والعراق وفلسطين والسودان. يعني كثير من الأمم العربية، الفنانين، مخرجين، فنانين تشكيليين بتضم مصر. لذلك صار في اختلاف ثقافات عربية كثيرة، فبدأ يعطي طابع للفن، يعطي طابع انك انت عايش في بلد فعلا تستحق ان تكون في هذا المقام الفني.